عزيزي المجروح، عمرك قعدت مع نفسك كده وسألتها هو أنا ليه مش بحب غير الناس التوكسيك بس؟ يعني ليه كل ما أدخل علاقة عاطفية جديدة أكتشف في الآخر إني واخد نفس الألم من نفس الزاوية بس من شخص مختلف؟ تلاقي نفسك كده بتقول لا المرة دي غير، ده طيب وحنين ومربي قطة. وبعد شهرين تكتشف إن نسخة طبق الأصل من اللي قبله وتبدأي تسف التراب عاطفيا من أول وجديد. لو ده بيحصل معاك فاطمن، أنت مش منحوس وأنت مش معمول لك عمل. الموضوع كله علم نفس وكله بيرجع لمصطلح عبقري اسمه التكرار القهري. بص يا سيدي، تخيل وأنت عيل صغير كده عندك 6 سنين، ركبت العجلة وقعت اتعورت تعويرة جامدة وفضلت تعيط، والمفروض منطقيا تعمل إيه؟ تكره العجلة، صح؟ لا، عقلك الباطن المثير للاستغراب بيبقى جواه رغبة ماسوخية غريبة إنه يخليك تركب نفس العجلة تاني وتالت، مش عشان أنت بتحب الوجع، هو مقتنع إنك المرة دي لما تسوقها صح وما تقعش هتعالج الصدمة القديمة وتنتصر عليها. ده بالظبط يا مدحت اللي بيحصل لك في علاقتك. عقلك بياخدك من ايدك زي الشاطر ويروح للاشخاص المؤذيين التوكسيك ويقول لك اهو ده شبه اللي وجعنا زمان، تعالى بقى ندخل معاه في علاقه ونحاول نخليه يحبنا ويتغير عشان نثبت لنفسنا اننا اتعافينا. وطبعا النتيجه المتوقعه بتقع من على العجله تاني وبنتبهدل برضه. طب ليه عقلنا بيسوحنا التسويحه السوداء دي بالذات في العلاقات؟ العلماء قعدوا وفصصوا الموضوع كده وتوصلوا ل5 بلاوي هم السبب في اللي انت فيه. اول بلوى متلازمه انا هصلح الشخص ده. لو نشأتك كان فيها شويه جفاف عاطفي او اهمال، بتكبر وانت عندك رغبه دفينه انك تروح للشخص البارد او القاسي وتحاول تصلحه وتخليه يحبك، كانك بتقول للماضي شفته انا هو بقيت محبوب واستاهل الحب. تاني بلوى بقى، العقل البشري بيحب الحاجات المألوفه. لو انت كبرت في بيئه فيها دوشه ومشاكل وزعيق، عقلك بيبدا يترجم ان هو ده الحب يا واد ودي الرومانسيه بت. فلما تدخل في علاقه هاديه ومستقره وفي شخص يحترمك هتزهق وتقول لا العلاقة دي مملة ما فيهاش شغف. انت مش ناقصك شغف، انت ناقصك دراما وخناق عشان تحس انك عايش. تالت بلوى بقى، انا ما استاهلش. تجاربنا القديمة بتعمل برمجة لتقديرنا لذاتنا. لو البرمجة دي بتقولك انك ما تستاهلش حد يشيلك فوق دماغه، هتلاقيك لا اراديا بتنجذب للشخص اللي بيمسح بكرامتك الارض، لان ده المتوافق مع السوفت وير اللي جواك. رابع بلوى، اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. خوف من الوحده او من تجربه علاقه صحيه جديده بيخلينا نرفع شعار يا عم خلينا مع القرف اللي عارفينه. خامس بلوى بقى، فخ الادمان العاطفي. العلاقات المؤذيه دي ما بتبقاش نكد طول الوقت، بتبقى عامله زي الكيرف، يوم يبهدلك ويطلع عينك ويوم تاني شحنه حب واهتمام تخليك طاير في السماء. التقلب ده بيفرز في دماغك كميه دوبامين تخليك مدمن حرفيا، بتبقى قاعد مستني جرعه الصلح والاعتذار ومستني تستحمل الاهانه عشانها. طب والعمل، هنفضل نلف في الساقيه دي لحد ما نموت؟ اكيد لا. عشان تكسر الدايره دي محتاج تعمل كام خطوه. اطلع بره الكادر كده بقى وابدا بص على علاقاتك القديمه، امسك ورقه وقلم وشوف ايه الخيط المشترك بين كل اللي ادوك على قفاك. انك تلاقي النمط هو اول طريق الحل. روح لميكانيكي بني ادمين. العلاج النفسي مش عيب، ابدا انك تطلب مساعده متخصص، دكتور اخصائي شاطر يساعدك تفكك السوفت وير القديم ده CBT ويفهمك انت بتعمل في نفسك كده ليه. اشتغل على ثقتك بنفسك، حب نفسك بجد. لما تعرف قيمتك رادارك مش هيلقط الناس اللي بيقلوا منك اصلا، هتعمل لهم بلوك تلقائي من بره. اتعلم تقول لا، حط حدود اللي يتخطى حدودك العاطفية أو النفسية. عزيزي المجروح، في النهاية أنت تستحق علاقة تحس فيها بالأمان مش بالتهديد، علاقة تبنيك مش تهدك. الخروج من الدايرة دي ممكن يكون رخم مخيف في الأول، بس صدقني عافيتك النفسية وسلامك الداخلي يستاهلوا إنك تاخد الخطوة دي من دلوقتي. بص في المراية، حب نفسك شوية وافتكر دايما إني جاي لك عشان أنور لك الضلمة.